هي قصة حياته وأحداثه السياسية وإنجازاته. أنا نرمين بشير لعجبكم. ولد فاروق 21 فبراير عام 1920 في قصر عابدين بالقاهرة. الأب فؤاد الأول والأم ناز صبري. أما عن الإخوة: الأميرة فوزية، الأميرة فايزة، الأميرة فتحية، الأميرة فائقة وفوقية، وأيضا الأمير لكن توفي صغيرا. فقد كانت حياته مغلقة بين المربيات وعائلته فقط، منهم تايلور القاسية، سبيرو وديبنت الحنونة. قد أكمل دراسته في أكاديمية ساند هيرس بطلب من والده وهو لم يتجاوز 18. قد كان المدرسين يعلمونه خارج الكلية، وممن جاء معه عزيز المصري ليعلمه كيف يتولى الحكم في المستقبل، ومنهم حسين باشا السكرتير الخاص وكان يشجعه على اللهو، والكفراوي طبيبه الخاص، وعمر فتحي حرسه الشخصي. فقد توفي والده في تلك الأثناء وهو لم يكمل دراسته، فقد بعثوا له لإحضاره وتشكل مجلس للوصاية. فقد تكون مجلس الوصاية من محمد علي مائل الإنجليز وعزيز عزت وصبري وعلي ماهر. قد استكمل دراسته مع مس ليمبسون. قد كانت نظري تعلم بالألاعيب السياسية ولديها علاقات جيدة مع حزب الوفد. في إحدى الحفلات تعرف على صفينات وكانت والدتها زينب هانم وصفة ملكة نصري. تزوجوا في حفل مهيب، وكانت خطة والدته أن ينجبوا في أسرع وقت حتى لا يعطي العرش لمحمد علي. 1937 ميلادية. فقد تم تنصيبه بعد سفره 31 يوليو عام 1937 ميلادية وواجه أطماع الإنجليز والوفد، وكان الإنجليز فقد كان أول خطاب له في البرلمان قال: إنني أدعو مجلس وزارتي للعمل من أجل تحقيق الآمال التي أرجوها لشعبي، والذي أتعهد هنا وتقديم حياتي من أجل تقدمه وخيره. وقد كان يشجع الإصلاحات والمشروعات للعمل دولة إسلامية بعيدا عن الإنجليز، إبعاد كل من هو مناصر للإنجليز وتبديله بالوطنيين، وتنشيط الجالية الإيطالية. فضيحة القمصان، الوفد ومصر الفتاة مثل عزيز المصري وحسين سري وتوافقه مع المحور في الحرب، مما أدى لحادث 4 فبراير 1942 ومحاصرة الإنجليز بقيادة ليمبسون قصر الدبارة لإخضاع الملك. فقد قال الملك: ما الأمر يا سيد؟ هل تخاف من شيء؟ لا تقلق، إنك بأمان. أنت تريد النحاس؟ خذه. فقد كانت حماقة من ليمبسون. فالسنة التي كان هناك حادث القصاصين واصطدام سيارة الملك بمقطورة عسكرية إنجليزية وانتقاله المستشفى بكسر في الحوض البطن، وكان حالته خطيرة وكان يردد: يا رب عفك. ظهور مظاهرات تطالب بإسقاط الوفد في ميدان الإسماعيلية أو التحرير. أجل الأميرة فوزية من رضا بهلوي هي عهد إيران وصداقته مع دول أخرى. عند اندلاع الحرب العالمية الثانية رفض الملك فأن تكون بلاده طرفا في الحرب. نشوب خلافات بين الملكة فريدة والملكة نظري وغيرتها من ناهد رشاد التي كانت صديقة للملك وكانت وصيفة للأميرة فوزية. فقد تزوجت فائزة من رؤوف تركي. إقالة حكومة النحاس ومقتل حسنين باشا في زوج الملكة نظري وسفرها للخارج هي وابنتها فتحية، وزواجها من رياض غالي وتحويلهم للمسيحية. فقد تم إلغاء ممتلكاتهم وألقابهم. تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد ماهر. إعلان طلاق الأميرة فوزية وطلاق الملك فاروق من فيفت أو فريدتها الشديدة وإنجابها للبنات لتقرب ناهد رشاد منه، وكان يريد وليا له. قامت الثورات، ولكن كان فاروق يتحرك سريا حول عمل جمعية الدول العربية واتحادهم ورفع الانتداب وترك فلسطين واستقلال بإمبراطورية له. إعلان قيام دولة إسرائيل وتعاون الأردن معها في تجارة السلاح. عدم موافقة مصر في رودوس. قيام فاروق بالاستعداد للحرب ومساعدة من الملوك العرب. أخذ أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية لعدم مساعدة بريطانيا. لم تكن الأسلحة كلها فاسدة وكان الجيش مدربا جيدا. قتال بطريقة قديمة وليست حديثة هو السبب، ولكن كان هناك نقص في الإمدادات والذخيرة خلال 9 أشهر. استعان فاروق بجنرال ألماني شيمرت لتطوير الجيش بالواحات والدلتا في طريقة منعزلة. قيامهم بخطة مرتفعات الجولان بين حيدر وشمت وعزام. عندما ذهب الجنرال شمت قررت بريطانيا وأمريكا التخلص من فاروق بعقب انقلاب وإعطائهم نصب تذكاري. قد قال فاروق على عدم موافقته: إذا هم يعتقدون أنهم يستطيعون رشوتي فما أعجب ذلك. وكان حيدر مزدوجا بين الملك والأحرار.
مع عزام وصلاح كانوا مواليين للروس. مع سري يعطي تقارير للضباط الأحرار. واجوا من نهرمان 51. والدتها أصيلة، أما والدها فحسنين صادق سكرتير وزارة المواصلات. جابت أحمد فؤاد. كان يذهب فاروق وعائلته إلى قصر المنتزه للعطلة، ولكن غير القصر إلى قصر رأس التين بعد إعلامه عن الثورة. وافق على التنازل بعد الحصار وعدم محاولة حرب أهلية، وقد تنازل في الوثيقة وأمضى اثنين وأن تقوم له المراسم كملك وابنه. من إنجازاته إلغاء امتيازات السفير البريطاني، عدم السماح له بجيش البريطاني له أو قطار خاص أو قصر خاص، لكن الوفد كان موافقا. تبرع ب 4325 لجمعية خيرية، وتبرع من أجل العلم سواء للمصريين أو للجنسيات الأخرى. تبرع للمصانع والمساجد. إهداء الصين كتب ملكية. إنشاء نقابة المحاميين والصحفيين والمهن التمثيلية والمسرح والسينما. اتفاقية مونتري والغاء الامتيازات. تمصير الجيش. انضمام لعصبة الأمم. إنشاء خزان جبل الأولياء بالسودان. المؤتمر البرلماني بفلسطين. إنشاء جامعة فاروق الأول باسكندرية، وهي تابعة لجامعة فؤاد الأول بالقاهرة. متحف فؤاد الأول الزراعي. إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية. الجيش المرابط. إنشاء قانون للضرائب على الأرباح التجارية والصناعية. قناطر الدلتا محمد علي وقناطر أسيوط. افتتاح مستشفى صدناوي ومطعم فاروق الخيري. افتتاح دار الحكمة. إنشاء ديون المراقبة المحاسبة وجهاز المركزي. تجديد مسجد مرسي أو العباس. إنشاء قانون إنصاف الموظفين وزيادة أجورهم وتحسين حالتهم. إنشاء قانون للسلطة القضائية بشأن الاستقلال. دفاع عن قضية سوريا ولبنان ضد الاستعمار. إنشاء معهد للفنون المسرحية. افتتاح مصنع الغزل والنسيج وزيارة نادي العمال والتبرع لهم. إنشاء عيد للعلم وتكريم الخريجين ودعوتهم لمائدته وتوزيع جوائز علمية. افتتاح مكتبة الأميرة فريال. تأسيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. إنشاء معهد الدراسات الإسلامية. قانون حفظ الآثار وإنشاء معهد الوسائط والمكتبات. افتتاح قناطر أسنة. افتتاح مدينة جامعية وتبرع بحوالي 150,000. انضمام مصر للأمم المتحدة وتبرع ب3000 لسداد مصاريف الطلاب الغير قادرين في الجامعتين فؤاد وفاروق. معاهدة صدقي بيف تتيح الجلاء الاحتلال وعدم التخلي عن السودان. إنشاء الكلية البحرية. وإنشاء مجلس مكافحة الفقر والجهل والمرض. جلاء الاحتلال عن القاهرة وحماية مفتي فلسطين. مجمع محاكم الجلاء. إنشاء سوق رود الفرج. بحث قمح وأغذية لتونس وحماية أميرهم. إنشاء أول غواصة مصرية. إنشاء دكتور فريد لفائف قمر الدين ومسحوق الطماطم صلاحية طويلة وقهوة سريعة الذوبان. إنشاء مسجد إبراهيم بالإسكندرية وافتتاح دار رعاية للمحلة الكبرى. مشروع استصلاح الزراعي وإعطاء الملك للفلاحين ل600 أسرة من دمياط. انتهاء المحاكم المختلطة وتطبيق قانون المصري وتطبيق قانون الكسب الغير مشروع وقانون محاكمة الوزراء. اتفاقية الوحدة مع سوريا وإطلاق أول صاروخ مصري مساعدة الألمان. إنشاء مصلحة لسك النقود. البلدية. إنشاء وزارة الاقتصاد ووزارة شؤون البلدية والقروية وإدارتها المحلية. وإنشاء معهد فؤاد الأول بحوث الصحراء. إنشاء جامعة إبراهيم الأول إبراهيم باشا عين شمس. إنشاء جامعة محمد علي بأسيوط. تحويل نفقات استقبال ملك من أوروبا إلى الفقراء. وإنشاء مشروع إسكان الفقراء وبدء مشروع الصواريخ المصرية. وإنشاء مصانع حربية. مجالات التعليم قبل الجامعة. إلغاء معاهدة 36. افتتاح نادي القضاة. افتتاح قناطر الأفندية. إجراء تجارب لدخول التلفزيون. إنشاء مجمع التحرير. إنتاج أول طائرة تدريبية حركات التوربينية. إنشاء مجلس أعلى للبحوث العلمية والصناعية. وإنشاء ديوان الموظفين. إنشاء مدينة فاروق الأول للبحوث الإسلامية. ترعة التوربيد. افتتاح بنك القاهرة ومبنى غرفة تجارية. وتبرع للفدائيين بمال المحاربة لشراء أسلحة لحرب العصابات في القناة. هناك تعاون بين فاروق وملك إيران وسفير ألمانيا. سنة 1941 قد كان هناك أخبار بأن الإنجليز يريدون احتلال إيران. ألمانيا في الحرب العالمية بحثوا في الأرشيفات لأي دليل يدين تورط الملك فاروق بالتعاون مع الألمان وتخلي عنه بعد ذلك دعمهم للضباط الأحرار. إنشاء متحف الحضارة. استيراد كتب من الخارج. بناء سد العريش. جميع العينات والاستفادة منها من أي رحلة. عطاء الخريجين بعثات للخارج. مشروع القضاء على الأمية للجميع. نشر الثقافة الإسلامية في العالم وتوزيع الكتب على المعاهد. إنشاء معهد دراسات إسلامية في مدريد والجزائر ومعهد الثقافة الإسلامية في مسجد لندن ومسجد واشنطن وعين إماما لهم ومعهد أزهر بالسودان.